اخر مره عيطت فيها من قلبك انت؟ والله الكلام ده قبل رمضان في موت اختي كبيره. هي ما ماتتش صغيره، بس هي كانت يعني احسن واحده فينا. يعني هو مش واحده او اتنين، دول سته، ودي كانت اكبر واحده فينا. يعني من ساعتها انا نفسيا تعبان. وكانت عامله قلب مفتوح، قعدت يجي 15 سنه بعد القلب المفتوح. ما ماتتش صغيره ولا حاجه، بس هي احسن يعني احن واحده فينا. يعني هي اللي بتجمع يمكن بحس دلوقتي انا بروح شقتها ما فيهاش حد. بروح كل اسبوع، يعني في الاسبوع يوم الاحد فاكر برضه يعني عايش معاها. هي اللي مربيانا وكل في غيرها كتير، وفي ماتوا قبليها بكتير وهي كبيره. بس هي اللي حصل يعني بحس عليه اخ الحمد لله ربنا يشفيه كويس. بس بحس برضه ان هيحصل انفكاك مش زي الاول، لان هي اللي كانت بتلمنا وهي حنينه. وست عامله عمره، يعني واحده عندها بيت تبيع البيت عشان تطلع عمره. بعت قالت انا عايز اطلع انا وابني بيع البيت، مش هتاخديه معاك. وطلعت تاني وربنا بقى ما يعني خلاص ما اخر مره عيطت فيها؟ اول امبارح عمتي الله يرحمها، بكيت على تربتها وهي داخله. ده طبيعي بالذات في الموت، انا زي الطفل الصغير. وفاة اخويا الله يرحمه. الله يرحمه. بقاله سنتين. وفاة والدي وعمي، لأن عمي ده كان القدوة بتاعتي. نيجي دلوقتي. يوم وفاة والدتي دي كانت أصعب لحظة، وكل ما افتكرها أكني لسه موجودة حالا، لسه حاصل حالا إنها متوفية. يا رب يرحمها ويرحمنا كلها جميعا إن شاء الله. صعبة أوي دي، صعبة أوي بجد، لأن أنا من النوع اللي هو أي حاجة بتخليه يعيط. يعني أنا أي حاجة يعني أنا دمعتي قريبة زي ما بيقولوا يعني. فأنا أي حاجة ممكن تخليني أبكي، أي موقف مؤثر ممكن يخليني أبكي. أي موقف، حتى لو طفل صغير بيعيط عشان خاطر ساب والدته، ولا ممكن ده برضه ممكن يخليني من جوايا يعني ابكي، اتضايق، اتخنق، احس هنا كده بخنقه ان انا عايز ابكي، عايز اعيط كده يعني. بس انما ما فيش موقف معين خلاني ابكي، يعني ابكي بكاء كده يعني. اخر مره عيطت فيها من قلبك ليه؟ امبارح والله صعبت عليا نفسي جدا. حسيت ان انا متبهدل، حسيت ان انا متبهدل جدا. انا في مكان، مراتي في مكان، بنتي في مكان، الدنيا مش ماشيه، الدنيا مأزمه، الدنيا عماله تأزم. ما حدش، احنا مش عايزين احنا عايزين نعيش مرتاحين بس، مش اكتر. فلما الدنيا بتضيق بيك وتحس انك مخنوق فعلا فبتبكي عادي. البكا مش وحش ولا البكا عيب، لا ابكي، فضفض عن نفسك. بس لما بتلاقيش اللي يسمع لك ده بيبقى حاجه صعبه برضه. بتلاقي اللي يطبطب بتبقى حاجه جميله. من قلبي ايام والدي ما توفى. صرت دي بجد هي دي. مفيش موقف تاني شخصي بيخصك انت حصل لك خلاك تعيط وتبكي بجد بفرقه؟ لما بشوف ناس اجتهدت وربنا وفقها، زي مثلا البنت هدايا ملاك دي، لما لقيت حققت الميداليه دي انا بكيت. الفرحه بقى ليها وبتاع والتاثر يعني. الواحد لازم يفرح لفرح الناس، تدينا مثل برضه ان احنا صح. اخر مره عيطت فيها من قلبك حتى جامد حرقه؟ عيطت ما هو ساعة ما قلت لك دي، لما ظلمني صاحبنا دوت بقى. وبعد كده وانا قلت يا رب بقى ده ظلمني وانت شايف انا كده دلوقتي. ده خد شقايه وخد المخزن وخد البضاعه وخد كل حاجه، حتى الزبائن خدها. يا رب بقى انا ماليش غيرك انت، انا دلوقتي هبدا من جديد. راح ربنا سبحانه وتعالى استجاب بقى. وبعد كده نسيت اقول لك على حاجه تاني، هكمل لك دي وبعد كده اقول لك على حاجه تاني. ربنا فتح عليا زي ما قلت لك بقى، والزبائن كلها سابته وجت عندنا. اخويا اللي انا قلت لك عليه في الاول ده التاني، واحد غيره دوت كان مشارك واحد من ابو النمرس، بس راجل كويس وحاج بتاع ربنا وكله.
فكانت العمليه تعبانه في الاول خالص، وبعد كده رحت اخد منهم شويه بضاعه. ده قبل بقى اي كلام، كنت لسه انا ببدا، كانوا هم لسه السوق زي ما قلت لك بيجري وكده. ورحت انا طبعا ايه اخد منهم شويه بضاعه، والعمليه تعبانه خالص وما عنديش بضاعه. ولا كان في واحده اسمها الحاجه سعديه كانت بتضمني وبتديني بضاعه بتاع. لما لقيت الظروف بتاعتي تعبت وانا برضو ما اكلتهاش واعلم ربنا وديتها فلوسها، رحت لاخويا ده بقى، ما رضيش هي تديني بضاعه تاني. رحت لاخويا ده قلت ده اولى واحد هيديني. رحت خدت شويه بضاعه كده، اياميها ما يجيبوش حوالي 500 600 جنيه، قليلين يعني. انا قلت احطهم كده بس اصرف منهم يعني. فجاء اخويا اللي هو شريكه ده قال لي ايه معاك حقهم؟ قلت له لا ان شاء الله ربنا يسهل واخر النهار هديك. قال لي لا لو ما معكش حقهم سيبهم. انا بصيت لاخويا كده قلت له يا بيومي. قال لي معلش يا اخويا ده شغل وايه، وعشان ما نزعلش انا وهو بسببك سيبهم بقى بنقص منهم. رحت انا سبتهم، وبعد كده مشيت انا بقى عيطت بحرقه زي ما انت قلت لي، بس انا كاتم برضه عشان الناس ما تتفرجش علينا وكده. يوم موت ابويا وامي ما عيطتش على حد ابدا، لا عليهم. والله هو يوم وفاة اخويا بس، الله يرحمه ويسامحه. هو اصل احنا اتنين فرق بيننا سنتين، وهو يعتبر توفى صغير يعني، توفى عنده 27 سنه 28 سنه. مفيش، ما لحقناش نشبع من بعض، ويعتبر احنا الاثنين كنا اصحاب يعني، ما اي حاجه مع بعض كل حاجه مع بعض. فالحمد لله على كل حال، والله ربنا يرحمه ويسامحه ويرزقه الجنه، لان هو كان شخص طيب يعني مش وحش. والله كان احسن مني بكتير كمان، الله يرحمه ويسامحه. قريب يعني مش قريب يعني من 3 سنين كان وفاة جوز اختي، وكان بالنسبه لي اخويا الكبير وصاحبي وحاجات كتير قوي، كان بيمثل لي حاجات كتير قوي، كنت بعتبره مثل ليا يعني بمعنى اصح. وهو مات شاب صغير يعني، ففرق معايا كتير واثر فيا كتير. الله يرحمه. اخر مره عيطت فيها من قلبك؟ لا ما عيطتش. مش اي مره عليك خلاك تعيط تتاثر تعيط؟ فراق حد عزيز عليا، كان غالي يعني. ده كان بمثابه الاخ والاب يعني، كان حد غالي عليا جدا. مامي ضربتني. ليه؟ ضربتك ليه؟ عشان بسبب ابن عمي وانا واقف وراح ضربني بالقفا. سكت اول مره راح ضربني بالقفا، سكت اول مره مش عاوز اكلمه، فضل يديني بالقفافه. رحت ضربته، طلع صار كام صحاب، هو طلع قال لي لامه ده فارس لما عليا وسال العيال، وطلع قال لي لامه ماما مسكتني ضربتني. كنت انا مظلوم. لما امي ماتت، عشان امي ماتت بعد زوجتي، وفي مره تانية لما كنت عمر على شمالي وعلي على يميني كده، وكانوا لسه بقى صغيرين يعني، كان فيهم واحد عيان وسخن، فقعدت اقول يا رب يعني لو كانت امهم موجوده وكده هتعرف تروح شغلك وتيجي وتراعي كده يعني. فعيطت بكيت على عيط بس يعني. كل كتير خالص. انا زي ما بقول دموع قريبه لي يعني. اي موقف انساني كده بيهزني يعني، تلقاني يكون حتى ممكن حاجه في التلفزيون يعني، انا عارف انها تمثيل، لكن موقف يكون حقيقي كده تلقاني ببكي يعني. اخر مره اعتقد والله يمكن قبل اسبوع كده شفت المقطع بتاع واحد منزل في اليوتيوب، اعتقد كان في دوله اسمها روسيا، عندهم احتفال كده هم، فمجمعين الاسره كلها. هم عندهم عاده انه الشخص المحتفى به ده بيعطي هديه لاكثر واحد بيحبه، وهو قام اعطاه لاخوه الصغير. الولد انهار من البكاء، فانا انفعلت معه لانه كان لفته جميله يعني. الله يسلمك. انسان جميل والله. الله يسلمك. جدا جدا. تسلم يا شباب. من فتره من 6 اشهر
كانت الدنيا جايه عليا شويه وكنت مزنوق في مبلغ كده وما لقيتش حد واقف جنبي، بس ربنا فرجها يعني، وصاحبي اللي انا بقول لك عليه علي ده هو اللي واقف جنبي. ممكن عارف لو منتخب مصر بيخسر، لو الاهلي بيخسر العالم. والله انا ببكي على واحد حبيبي. لا بس انا بغير على مصر اكتر حاجه في مصر. طبعا ابويا وامي دول حاجه تانية خلاص. انا مع ابويا وامي دول واخواتي اللي توفوا طبعا الكبار، دكتور مصطفى اخويا الله يرحمه، والاستاذ فؤاد اخويا الله يرحمه، واختي. فدول كانوا اهلي واخواتي، ده لازم بعيط فيهم. لكن اكتر حاجه بعيط فيها بلدي. والله بغير على مصر قوي قوي فوق ما تتخيل. ربنا يخليك ربنا يخليك. لا عادي، ممكن امبارح مثلا عشان مرض بابايا. آخر مرة امبارح. السبب ان انا حاسة بس ان يعني حياتي مش احسن حاجة. بس عيطت فيها من القلب، عيطت قوي. امي وابويا فدول اللي عيطت فيهم من القلب طبعا، ولا بعدهم ولا قبليهم. مفيش موقف شخص تاني حصل اي لا 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 لا, لا بس ده اللي اتعيط على الاهل بس مش اكتر. اخر مرة عيطت فيها من قلبك بقى؟ عيطت لما لقيت بنت الحلال اللي هي تصوني، قلت اكتب عليها واتجوزها. معاها بنت اسمها جنة، حبيتها اول بنت جنة دي وكنت عاملها زي بنته. لما مشيت زعلت قوي، وانا اللي جيت عليها وانا اللي ضربتها وزعلتها. مشيت بقى زعلت، فانا زعلت عليها قوي وعيطت. يا ريت بقى لو هي سامعاني ترجع. اول يوم العيد. ايه؟ اول يوم العيد اللي فات. ايه؟ عشان افتكرته وما لقيتش. الله يرحمه. الله يرحمه. بس مفيش حاجة تانية تزعلني في الدنيا غير الله يرحمه بس. قلبي من 10 دقايق عشان العيشة اللي أنا فيها. يعني العيشة اللي احنا فيها، واحد بيبقى عليه فلوس وعليه حاجات، عليه ضغوط، فكده يعني هو ده الواحد بيبقى غصب عنه. اكتر حاجه عيطت عليها بصراحه موت جده بجد، لحد دلوقتي فاكراه، وعمري ما نسيت. اكتر حاجه مأثره فيا والله العظيم، اكتر حاجه مأثره